عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هحكي لكم حكايه طريفه جدا. طبعا كلنا عارفين وبنسمع عن سرقه الجزم في الجوامع، وطبيعي جدا ان لما حد فينا يدخل يصلي يخرج يكتشف ان الجزمه بتاعته اتسرقت. لكن اللي مش طبيعي والغريب في الموضوع ان الموقف ده يحصل مع رئيس الجمهوريه بذات نفسه. ايه اللي حصل؟ تعالوا ما اقول لكم. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تصلوا على الرسول، وما تنسوش تدعوا للرئيس مبارك بالرحمة والمغفرة، لأن هو صاحب القصة بتاعتنا النهاردة. في عام 2010 كان الرئيس مبارك ماشي في الموكب الرئاسي بتاعه، وساعتها الفجر أذن عليهم وطلب من الموكب الرئاسي يقفوا عند أقرب مسجد علشان ينزل يصلي صلاة الفجر. وبالفعل جم عند أول مسجد والرئيس نزل علشان يصلي، لكن عشان الموكب الرئاسي كان صغير وبسيط محدش أخد باله ولا حس إن الرئيس مبارك بيصلي جوه المسجد. وبعد ما خلص الرئيس مبارك الصلاة خرج علشان يلبس الجزمة بتاعته، لكن ساعتها اكتشف ان الجزمة بتاعته اتسرقت. طبعا اتضايق جدا، لكن رفض تماما انه ياخد اي اجراء ضد خدام المسجد او حتى ضد الحرس الجمهوري اللي معاه. طب ايه اللي حصل؟ واحد من الحرس الجمهوري اللي مع الرئيس مبارك قلع جزمته وعرض على الرئيس ان هو يلبسها، لكن الرئيس مبارك رفض تماما وراح ركب في قلب الموكب بتاعه وهو حافي من غير جزمة لحد ما وصل للقصر الجمهوري. تمام؟ يا نهار ابيض. والله هو ده اللي حصل زي ما بقول لكم كده. بس ساعتها بقى انتشرت اخبار تانية بتقول ان الموقف ده ما حصلش مع الرئيس مبارك بنفسه، وانه حصل مع ابنه علاء مبارك. برضه كان داخل يصلي في قلب المسجد، وبعد ما خلص صلاة جه يلبس جزمته اكتشف انها اتسرقت. ساعتها قعد يضحك جامد جدا وقلب الموقف كده كوميديا، وبرضه رفض ياخد اي اجراء ضد خدام المسجد او حتى ضد الحرس اللي معاه. وبعد ساعتها اشترى جزمة جديدة، وساعتها قال انا كده خلاص بقيت زي الشعب واتسويت بيهم. وعلى فكرة علاء مبارك كان محبوب اصلا وقريب جدا من قلب المصريين. تمام؟ بعدها بقى حصل برضو موقف تاني مع الدكتور مصطفى الفقي، ان هو حكى وقال ان الرئيس مبارك طلب منه انه يروح يصلي معاه صلاة العيد في مسجد الحسين. وساعتها بالفعل الدكتور مصطفى راح مع الرئيس مبارك، وبعد صلاة العيد قعد يتجول في مسجد الحسين عشان ساعتها كان في تجديدات لسه معمولة في قلب المسجد. وساعتها جم الحرس وقالوا له يلا علشان الرئيس مبارك ركب في الموكب وخلاص احنا ماشيين. ساعتها الدكتور مصطفى بقى مش عارف هو ساب الجزمة بتاعته في اي مكان، فكان ساعتها قدامه حل من الاتنين: يا الا يمشي وهو حافي عشان يلحق الموكب بتاع الرئيس ويمشي معاهم، يا الا يسيبهم يمشوا وهو يفضل في المسجد يدور على الجزمة. وطبعا هو اختار الحل التاني، ان هو مشي مع الموكب الرئاسي وهو حافي من غير جزمته. ساعتها طبعا الرئيس مبارك عرف وقلب الموضوع كوميديا وقعد يضحك جامد جدا هو وكل اللي معاه على الموقف اللي حصل مع الدكتور مصطفى الفقي. طبعا انا عايزه اقول لكم بالمناسبه في موضوع سرقة الجزم، الموضوع ده يا جماعة منتشر جدا في المساجد الكبيرة زي مسجد الحسين، مسجد السيدة نفيسة، مسجد النور. حتى حاليا بقوا بيحطوا